بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. وحشتوني جدا جدا. قصة النهاردة عنوانها خير الماكرين. ونعم بالله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونعم بالله. إيه الحكاية؟ ومين هم اللي مكروا؟ وظهر مكر ربنا سبحانه وتعالى فين؟ وإيه اللي حصل؟ وإيه الحكاية؟ عشان نعرف الحكاية نتابع الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا جزيلا جدا جدا على كل التعليقات الجميلة وكل اللايكات الجميلة. كلكم حبايب قلبي، وطبعا المشتركين الجدد نورتوا القناة. يا رب دايما في زيادة ونجاح، ويعني بتشجعوني كده وتفتحوا نفسي أسجل قصص كتير. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. قصة النهاردة بتدور أحداثها في قرية صغيرة من قرى مصر. كان عايش فيها زوج وزوجة في منتهى السعادة. حالتهم المادية على قدهم، ولكن بيتهم مليان مودة ورحمة وحب. وهو زوجها كان نعمة السند ليها. مين هي بقى ومين زوجها؟ هي بطلتنا، بطلة قصتنا، اسمها رقية. رقية كانت إنسانة متدينة، لابسة خمارها وهدومها فضفاضة وجميلة وقريبة جدا من ربنا، وثقتها في ربنا كانت كبيرة جدا جدا جدا، إن هو دايما بيعمل لها الخير، وكانت دايما تقول أنت سندي الأساسي يا رب. زوجها كان اسمه عثمان. عثمان كان ونعم الزوج، سند وحبيب وزوج وإنسان مسؤول. زي ما بقول لكم، على الرغم من إن حالتهم المادية كانت على قدها، ولكن كان بيتهم مليان بركة وسعادة ومودة ورحمة. بعد ما اتجوزوا خلفت ولد، بعدها بسنتين خلفت بنت. البنت بقى عندها سنة. كل ده وهم عايشين زي ما بقول لكم في سعادة ورخاء وحب ودوام وجمال. يعني بجد كانت حياتهم جميلة جدا. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني قدر ربنا. مع ان زوجها عثمان كان سنه صغير وهي برضو كانت صغيرة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص انتهى الأجل. وجت في يوم بتصحي عثمان لقيته قابل وجه كريم. طبعا يعني صدمتها كانت كبيرة جدا، لأن زي ما بقول لكم كلنا متعودين، يعني الأعمار بيد الله، بس كلنا متعودين إن الإنسان لما بيبقى لسه سنه صغير بتبقى صدمته أصعب لما يقابل وجه كريم، غير ما بيبقى راجل كبير أو ست كبيرة بيبقى متوقع إن هم هيفرقوا في أي لحظة. فطبعا يا حبيبتي صدمتها كانت كبيرة جدا. ولادها صغيرين، ما كانتش بتشتغل ولا حاجة. في القرى أغلب الستات يا إما تشتغل في الأرض يا إما ما بتشتغلش. فهو زوجها من حبه ليها كان مخليها تقعد مع أولادها، ما كانتش بتشتغل ولا أي حاجة. عشان كده بقول لكم هو كان سند أساسي ليها. فأول ما توفى ما بقتش عارفة تعمل إيه. يعني طبعا حزنت جدا عليه وعلى فراقه، وبقت مش عارفة هتربي عيالها دي إزاي، وهي أصلا ما بتعرفش تشتغل، ما اشتغلتش قبل كده. المهم تقعد فين؟ البيت اللي كانوا قاعدين فيه كانوا مأجرينه. فقالت لا، طب وانا هقعد هنا وادفع ايجار ليه؟ كان عندها بقى بيت صغير قوي في نفس القرية، كان ابوها سايبه لها الله يرحمه. فقالت لا، انا اروح بقى ايه، افتح بيت ابويا واقعد فيه، صغير صغير مش مشكلة، كويس الحمد لله. وكانت من النوع الراضي جدا اللي بيرضى. يا رب اجعل نفوسنا كلنا راضية، اللهم امين. راحت فتحت البيت بتاع ابوها وقعدت فيه هي وابنها وبنتها. بقت يعني الفلوس اللي معاها اللي كانت موجودة معاها في البيت بقت تصرف منها على اولادها بالراحة كده، واحدة واحدة.
وتمسك العيش والأكل، سبحان الله ربنا يبارك فيه ويزيد في إيديها. وكانت بتأكل ولادها هما الاتنين زي بعض حتى لو هي هتجوع، لحد ما لقت الفلوس خلاص بتخلص. فقالت طب وبعدين أعمل إيه؟ لازم أشتغل. طب هشتغل إيه؟ أشتغل أي حاجة. فكانت لما تبقى في مأزق زي كده، هي كانت بتصلي، بس لما كانت تبقى في مأزق قوي كده كانت تزود الصلاة، وخاصة بالليل، قيام الليل، التلت الأخير من الليل، يعني قبل الفجر بثلاث ساعات كده. كانت تصلي كتير وتزود الصلاة وتدعي وتتوسل لربنا. انتوا عارفين طبعا التوسل أكتر من الدعاء بشوية. يعني الدعاء يا رب اشفيني، يا رب، يا رب اشفيني، اشفي بناتي، اشفي مرضى المسلمين، يا رب اشفي كل مريض يا رب. لكن بقى لما تتوسل ممكن تتباكى وهي بتصلي. يعني احنا اغلب الشيوخ بصراحة سمعتهم بيقولوا حتى لو انت مش قادر تبكي وانت بتصلي خشوع لرب العالمين، ممكن نتباكى، يعني نستدعي البكاء. فهي كانت بتعمل كده، كانت بتستدعي البكاء وتتباكى وهي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وهي بتصلي قيام الليل. المهم رؤية استمرت على الدعاء وكلها ثقة بربنا سبحانه وتعالى إنه هو ما بيجيب لهاش أي شر، وأيا كان اللي حصل ظاهره شر فباطنه خير. كان جنبها بعض الجيران كانوا بيعطفوا عليها، لكن هي كرامتها ما كانتش قابلة الموضوع ده، فكانت بترفض. في اللي كان بيصر جدا على إنه هو يديها اللي هو عايز يديهولها، وفي اللي كان يعني بيقبل الرفض بتاعها ويحترم رأيها ويمشي. كان ساكن جنبها واحدة ست كبيرة كده، ولادها اتجوزوا وقاعدة لوحدها، ولكن صحتها الحمد لله كويسة، يعني تقدر تراعي أولاد، تقدر كده. فكانت بتقول لها عاملة إيه يا رقية؟ عاملة إيه يا رقية في حياتك وبتصرفي منين؟ قالت لها والله يا أمي أنا يعني مش عارفة أعمل إيه، حتى عايز أخرج أشتغل أي حاجة، إن شاء الله حتى أخدم في البيوت، مش عارفة عشان ولادي، مش عارفة أسيبهم فين. فقالت لها سيبيهم معايا وروحي انت اشتغلي زي ما انت عايزة، اشتغلي في الغيطان، تشتغلي في الحدائق والجناين، تجني الثمار مع الفلاحين، تشتغلي في بيت زي ما انت عايزة، اللي انت عايزة تشتغليه روحي اشتغليه، وسيبي ولادك معايا طمني عليهم. سبحان الله، ربنا سخر لها الست الطيبة دي، بقت فعلا تقعد بولادها وهي تخرج تشتغل. يوم تروح تشتغل في بيت لو عايزينها، اتعرف بقى ان هي بتشتغل، لو حد عايزها بتروح تنظف له وتمسح له تعمل تسوي، تخلي البيت زي الفل، برضه بكرامة وبعزة، وما كانتش بتوطي راسها لحد، تقول انا ما منحنيش غير لربنا سبحانه وتعالى وانا بصلي، غير كده ما انحنيش لحد، الشغل مش عيب وانا بشتغل بصحتي بما يرضي الله. وكان ده هدفها ومبدأها، وكانت تاخد الفلوس تجيب لولادها اللي هم عايزينه وهي مروحة، وعاشت على كده. وربنا قواها، كان ليها بقى عمة اسمها هند. عمتها دي كان معروف ان قلبها قاسي قوي، بس كانت من حين لآخر بتيجي تبص عليها. لما كانت تيجي تبص عليها ما كانتش المجية يعني حميمية، ولا الكلام كده في ان هي عايزة تطمن عليها، ولا القصة دي. كانت بتيجي كده زي ما يكون جاية تشوفها بس، جاية تشوفها بس ايه يعني عايشة ولا ميتة، مش اكتر من كده. المهم فجات لها مرة مرتين، وكانت بتيجي كل فترات يعني. مرة من المرات لما جات لها، جات بقى بإيه، بحميمية شوية، يعني نزلت قعدت جنبها وقربت منها، وازيك وعاملة ايه يا بنتي ومش عارف ايه، وكلمتها بطريقة فيها مودة شوية عن ما هي متعودة. فرقية استغربت، مالها عمتي في ايه؟ وبعدين قالت لها انت تعبانة يا بنتي، تعبتي في حياتك قوي، اتفضلوا مية. فبصت كده وقالت لها فعلا يا عمتي تعبت، بس الحمد لله، الحمد لله انا بشتكيش، الشكوى لغير الله مذلة، واللي ربنا يجيبه انا راضية بيه، حتى لو هو ابتلاء انا راضية بالابتلاء. فقالت لها ربنا يا بنتي قوي ايمانك.
قالت لها شكرا يا عمتي، ربنا ايه يبارك لك. المهم قالت لها ايه، ما بتفكريش يا رقية في الجواز؟ قالت لها لا، لا انا رافضه الفكره تماما، انا هربي عيالي واعيش لهم، مش هتجوز بعد عثمان، لان انا صراحه ما افتكرش ان انا هلاقي زي عثمان ابدا، فانا لا مش هتجوز خلاص، انا هعيش اربي عيالي وربنا يبارك لي فيهم ويقدرني على تربيتهم. وده كان ردها على عمتها. وبعدين بصت كده عمتها وقالت لها ده انا ما بكلمكيش عن حد غريب، ده انا بكلمك عن عامر. عامر؟ عامر مين؟ قالت لها عامر ابني، هو مطلق، طلق مراته عشان ما بيخلفش، فهي طلبت الطلاق عشان عايزة تتجوز وتخلف عيال، وهو طبعا ما منعش، قال لها حقك وايه وطلقها. كويس كويس. قامت قالت لها عموما يا عمتي انا هعمل استخارة واشوف ايه اللي هيجرى. قالت لها وانا مش عايز اكتر من كده، وبعدين ده عامر هادي وكويس و... ويعني عايز يعيش في استقرار، مش عايز اكتر من كده، وانا حكيت له عنك وقلت له ان انت مؤدبة وكويسة وانسانة شريفة وتعرفي ربنا وهو قال لي طب كويس وكده، ربنا ايه ييسر، كلميها. وانا بناء على ده كلمتك، يعني هو عارف ان انا جاي اكلمك في الموضوع ده. قالت لها طيب انا هعمل استخارة وسيبيني ايه يومين ثلاثة كده افكر واشوف. قالت لها خلاص يا بنتي، وراحت عمتها سايباها وماشيه. قعدت رقية طبعا تفكر، ويا رب هعمل ايه انا، يعني انا مش عايزه اتجوز، بس لو كان هيبقى سند وظهر ويعني على تربيه عيالي مفيش مشكله، على الاقل يعني ما اخرجش وما اشتغلش وما اتبهدلش لما اشوف. وبدات تعمل استخاره مره واثنين وثلاثه، ثالث يوم لقت عمتها جايه، بس المره دي مش جايه لوحدها، جايبه ابنها عامر معاها. سلام عليكم. وعليكم السلام. دخلوا وقعدوا هما الاتنين، عامر قعد على جنب كده بعيد شوية يعني عشان ما يبقاش ايه بيفرض نفسه. وبعدين رقية شافته، قالت لها عامر؟ قالت لها ايوه يا بنتي ابني. فحست ان هو انسان يعني من شكله كده انسان كويس، فراح كلمها وقال لها بصي قبل ما اعرف رأيك حطي في الاعتبار ان انت اولا مش هتطلعي تشتغلي، هتقعدي في البيت معززة مكرمة، انا مسؤول عن كل طلباتك انت وعيالك، ولادك هيبقوا ولادي، انا ما عنديش ولاد وما بخلفش، ولادك هيبقوا ولادي، صحيح مش ولادي بالدم لكن ولادي هحطهم في عينيا، وانا مسؤول عنهم وهربيهم ان شاء الله احسن تربية، انا مش عايز غير السكينة والهدوء في حياتي بس. وانت على الكلام اللي قالته ماما يعني فيكي كل الصفات اللي انا عايزها، فان شاء الله مش هتندمي. بعد كده لو حصل وانت رفضتي خلاص اعتبري ما سمعتيش اي حاجة. فراحت رقية بصت لعمتها كده وقالت لها ان شاء الله يا عمتي انا موافقة. تمام تمام. قال لها طيب خلاص تمام. مفيش يومين وجابوا المأذون وكتبوا الكتاب وخدها هي وولادها الاتنين وراحوا بيته اللي هو بيت عمتها. بيت عمتها فيه 4 اخوات صبيان وبنتين، يعني 6 غير جوزها عامر. دخلت البيت كلهم ما كانش لسه حد اتجوز. شريف ده قصدي عامر ده هو الكبير. على فكرة عامر ده اسم جدي وشريف اسم جدي، لان انا صفية كمال شريف عامر، فعشان كده اتلخبطت بدل عامر قلت شريف. المهم فهو الكبير عامر واتجوز وخد مراته وايه ورحنا زي ما قلت، راحوا بيتهم بيت عمتها، ودخلت وكلها يعني ايه تفاؤل وحسن ظن بالله وحسن ظن بالموجودين، وبدأت تتعامل معاهم بما يرضي الله. محدش فيهم كان يقصدها في شيء
غير لما تعمله له، مادام في مقدرتها. وما كانتش بتفكر حد ان هي بتعمل له حاجه، يعني ما كانتش بتمن على حد ولا بتجيب سيره اي حاجه بتعملها، ومع ذلك كانت بتقف جنبهم كلهم زي ما بقول لكم. عمتها كمان كانت بتعمل لها كل حاجه، لدرجه انها كل يوم الصبح كانت بتقوم تبوس ايديها. يعني كانت ونعمه مرات الابن ونعمه البنت ونعمه الاخت ليهم كلهم. ما كانش صوتها بيعلى على حاجه، ما كانتش بتتخانق على حاجه، ما كانتش بتعمل مشكله في اي شيء. وبالتالي عاشت هي وعامر حياه كويسه هاديه جميله، لحد ما حدث في يوم شيء غريب. ايه هو؟ حست رقية ان هي عندها التعب بتاع الحمل. طب ازاي؟ استغربت. طب ازاي؟ ده عامر ما بيخلفش، يبقى ازاي انا حامل؟ وبعدين قالت ربنا قادر على كل شيء. راحت وكلها خوف وقلق للدكتورة اللي موجودة في القرية، وقالت لها انا زوجي ما بيخلفش، ومع ذلك انا حاسة ان انا عندي اعراض حمل. كشفت عليها الدكتورة، قالت لها فعلا انت حامل. فرقية ما بقتش عارفة تفرح تزعل. يا ترى ده كرم من ربنا اكيد، يعني قادر يعوض عامر خير. ما بقتش عارفة تقول ايه. وروحت بقى وهي طول الطريق عمالة تفكر، طب انا يعني هقول له ازاي، ولا اعمل ايه، ولا هو واقع الخبر عليها يبقى ازاي. وليها حق طبعا تقلق، لان في الحالة دي ممكن يشكوا فيها. المهم روحت، بعد ما الدنيا هديت ودخلت اوضتها هي وجوزها، قالت له ليك عندي خبر، معرفش هيفرحك ولا هيزعلك ولا هيكون واقعه عليك ايه. قال لها خير، قولي ايه هو الخبر. قالت له انا حامل. لقت وش عامر راح 100 لون وما اتبسطش. فراح بصلها كده، وفي دماغه بقى معقولة بتكذب عليا؟ حامل ازاي؟ ده الدكاترة قالوا لي انت مش هتخلف. وبعدين بصلها كده وقال لها بس انا ما بخلفش، الدكاترة قالوا لي انت استحالة تخلف. قالت له ربنا قادر على كل شيء، يكن للشيء كن فيكون، احنا هنعترض على امر ربنا؟ قال لها لا ونعم بالله، بس يعني حاجة بعيدة قوي. قالت له بس مش مستحيلة. قال لها لا مش مستحيلة، عموما لعله خير. قالت له لعله خير. خلاص على كده، خلاص على كده. اتعرف طبعا بين عند امه اللي هي عمتها، عرفت طبعا واخواته عرفوا ان هي ايه؟ حامل. كل اللي جه في دماغهم ايه بقى؟ ان الورث اللي كانوا هيورثوه من عامر كده مش هيروح لهم، نصيبه هيروح للطفل ولا الطفلة اللي هتتولد. ولو جه ولد بقى يبقى احنا ملناش حاجة خالص. طبعا ده كان مضايقهم جدا جدا. ده اللي جه في دماغهم اول ما سمعوا الخبر. المهم فيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ امهم برضو اللي هي ام عامر، هند عمتها، برضو جه في دماغها نفس الكلام. اجتمعوا مع بعض كلهم واستغلوا وقت. رؤية قالت ايه؟ هتروح تبص على بيت ابوها، تفتحه وتنضفه كده. اجتمعوا كلهم الاخوات وقعدوا عامر في وسطيهم، عاملين عليه كده يعني عارفين زي الكماشة، ومقعدينه في النص. وبعدين راحوا اخوه بقى، كل واحد بقى يتكلم. واحد منهم بيقول له انت ازاي مراتك حامل؟ قال له ربنا. قال له لا، انت هتصدق؟ قال له يعني ايه؟ قال له يعني ازاي؟ ما مراتك الاولانيه ما حملتش ومراتك التانيه ما حملتش، اشمعنى دي؟ وبعدين الدكاتره مأكدين لك ان انت مش هتخلف، يبقى ازاي يعني دي حامل؟ راحوا بصوا له كده، راح بص لهم كده. راح واحد تاني قال له ما انت مش هتضحك على نفسك، الطفل ده مش ابنك او مش بنتك.
لان انت ما بتخلفش. ولا انت عايز تستغفل نفسك بقى وتضحك على نفسك وتخدعها وتقول ان الطفل ده ابنك؟ راحت امه بصت له كده وقالت له: يا ابني ما ينفعش، مستحيل يكون ابنك، واحنا ما نرضاش بالكلام ده. قال لها: يعني ايه يا امي؟ قالت له: يعني تطردها. على طول هي قالت كده. راح واحد منهم الشباب قال له: بص، انت تطردها دلوقتي قبل ما يتولد، وبعدين يبقى ليه حق خلاص ويتكتب باسمك، ويبقى ليه حق ما نعرفش نخلص منه. فانت احسن حاجة تطردها دلوقتي، تروح بيت ابوها اللي جات منه وتطلقها. قال لهم: لا، مش هطلقها وهي حامل، لما تولد، مش ابنك. قال لهم: معلش. ومرضيش فعلا يطلقها، ولكن سمع كلامهم وطردها. اول ما جت من بره ما كانتش طبعا سمعت كل الكلام اللي اتقال ده. ما حدش بقى فيهم فكر في الجنين اللي في بطنها، ولا في عيالها، ولا طب هتصرف منين، طب كانت بتشتغل وهي مش حامل، الوقت هتشتغل ازاي. ما حدش فكر في الكلام ده. هم فكروا في حاجة واحدة: مصلحتهم. اللي هيجي ده هيخليهم ما يورثوش في عامر، يبقى بلاش منه ما يجيش. بس دي النقطة الوحيدة اللي فكروا فيها. فأول ما جت ودخلوا قعدوا في أوضتهم، راح قايل لها، قال لها: انت دلوقتي خلاص مالكيش عيش معايا. ليه كده؟ لأن أنا ما بخلفش، يبقى الطفل ده مش ابني، فانت كده مالكيش عيش معايا، روح عيش في بيت أبوكي. كده برضو يا عامر؟ كده. حتى قعدت اتكلمت انا واخواتي وامي، كلهم قالوا لي: لا مش ممكن. فانا مقتنع بكلامهم. يعني اخد عيالي وامشي؟ خد عيالك وامشي، مالكيش خلاص وقعد في البيت ده. تتحايل عليه ما تتحايلش عليه مفيش فايده. راحت لعمتها: يا عمتي، انا ضعيفه وحامل ومعايا عيلين، ما اقدرش اصرف عليهم، ما اقدرش اعيش لوحدي، هعيش ازاي؟ ارحميني، سيبيني عايشه، صدقيني ده ابنكم، انا عمري ما اعمل حاجه غلط ولا تغضب ربنا. مفيش. راحت عمتها قالت لها: بصي، هما كلمه ونص، ترجعي بيت ابوكي زي ما جيتي منه. راحت خارجه وشايله بنتها الصغيره وماسكه ابنها في ايدها، كان بيمشي، وراحت ماشيه والدنيا كانت بتمطر، فبقت هي تعيط والدنيا تمطر، زي ما يكون السما نفسها حزينه عليها. سبحان الله. بقت ماشيه والمطر عماله تنزل عليها وعلى اولادها لحد ما وصلت بيت ابوها. دخلت قعدت عيالها وغيرت لهم هدومهم عشان اتبلت من المطره، وغيرت هي كمان، وقعدت اتوضت وقعدت تصلي وتدعي ربنا. وهي بقى بتبكي بكاء، يعني بكاء المظلوم ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم مفيش بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. المهم في يوم من الأيام لقت الباب بيخبط، قامت تفتح، لقت عامر. راح بصلها كده وقال لها: بص يا رقية، أنا عارف إن أنت زعلانة، أنا هستنى، أنا ما طلقتكيش ومش هطلقك إلا لما تولدي، ولما تولدي هنعمل تحليل الحمض النووي، الدي ان ايه. لو طلع الطفل ابني او بنتي هرجعك تاني البيت، انت وابني وعيالك، ونعيش زي ما كنا عايشين. لو طلع مش ابني هبعتلك ورقة طلاقك. هي طبعا كده تنفست الصعداء زي ما بنقول، يعني اتبسطت ان هو جه قال لها كده. قالت له بكل ثقة: وانا موافقة، انا عارفة وواثقة من نفسي. قال لها: خلاص. بدأ يسأل عليها من حين لآخر، من وقت للتاني، لحد ما جه ميعاد الولادة وراحت المستشفى. راح لها المستشفى. راح المستشفى وأول ما ولدت، من قبل ما يدفع مصاريف العلاج مرضيش يدفع حاجة. يعني جاب لها شوية علاج بس مرضيش يدفع
تكاليف المستشفى لما يتأكد ابنه أو بنته ولا لأ. خلفت بنوتة، راح على طول طلب من الدكاترة يعملوا لها تحليل الحمض النووي. جه الدكتور وهي قاعدة وعامر، هي نايمة على السرير وعامر قاعد على الكرسي جنبها جنب السرير، والدكتور راح قايل لا، الطفلة مش بنت عامر، عامر مش أبوها. هي بقى عشان واثقة من نفسها، لا ده كده، لا طب حلله في مكان تاني، طب بتتكلم. عامر سابها ومشي، ما سمعش ولا كلمة. لما جت عشان تدفع تكاليف بقى المستشفى ومعهاش، قالت لهم معيش. راح الناس اللي في المستشفى ولاد الحلال جمعوا ودفعوا لها تكاليف المستشفى، وروحت بيت ابوها هي وبنتها المولودة والولد والبنت اللي كانوا معاها من عثمان الله يرحمه. حملها بقى تقيل، وفي نفس الوقت لازم تأكلهم وتشربهم وتعيشهم. بعد ما قعدت كده في البيت حوالي شهر بعد الولادة، الست الطيبة اللي جنبها بدل ما كانت بقى بتسيب لها الولد والبنت الأولانيين، بقت تسيب لها التلاتة وطلعت تشتغل وتربي عيالها. سنة في سنة عيالها بيكبروا، سنتين 2، وبعدين لقت عامر جاي لها. خير؟ قال لها سامحيني. قالت له سامحك على ايه؟ قال لها الدكتور اعترف وقال ان هو كذب والبنت بنتي. راحت معيطة ودموعها نزلت وبصت للسماء وقعدت تحمد ربنا وتشكره. الحمد لله الحمد لله، وقعدت تحمد ربنا. راحت بصت له كده وقالت له مسامحاك، لان انا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب لي حقي، الحمد لله. قال لها طب نرجع لبعض؟ قالت له لا، الرجوع لا. طب فكري، طب اعملي. قالت له لا، من غير ما افكر، انا قلبي اتكسر وانت طعنتني في شرفي، وانا ما هونش في حاجه زي كده، فرجوع لا. قال لها طيب انا هجيب لك مصاريف البنت لحد عندك. بقى يجيب لها مصاريف البنت لحد عندها. ما عداش شهر شهرين، ايه اللي خلى الدكتور اعترف بقى قبل ما اقول بقى ما عداش؟ سبحان الله، ابن الدكتور ده مرض، جاله مرض رهيب، وبقى نايم قدامه في المستشفى وهو دكتور مش عارف يعمل له حاجة. راح افتكرها، انا ظلمت الست دي وشهدت شهادة زور وخليت جوزها طعن في شرفها، ده الذنب ده بيخلص في ابني. وراح متصل بجوزها عامر وراح قايل له، قال له اخواتك جم دفعوا لي فلوس وقالوا لي اغير شهادتي، وانا خلاص مش عايز فلوس ومش عايز حاجة، انا ربنا عاقبني، يا رب بس يشفي لي ابني. المهم فضل بقى يعالج ابنه وبدأ ابنه يتحسن. ده اللي خلى الدكتور اعترف. سبحان الله، ما هم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. شهر شهرين بعد ما راح لها كده وقال لها الكلام ده، راح لها تاني. هو بيروح لها بقى كل فترة يديها فلوس، بس المرة دي بقى راح قال لها ايه؟ قال لها انا عايز منك تسامحي عمتك. قالت له سامحها على ايه؟ قال لها على كل اللي عملته فيكي. قالت له ليه يعني بتطلب مني كده؟ قال لها لان عمتك قابلت وجه كريم، وقبل ما تواجه قبل ما تقابل وجه كريم قالت لي ان هي ظلمتك كتير وكانت بتاخد حقك ورث ابوكي وما كانتش بتديهولك، عشان كده كانت بتجيلك من حين للتاني تحاول تجيب لك شويه حاجات وهي جايه، لكن انتي ليكي حق وحق كبير، وهي قالت لي ايه الحق ده وانا هجيبهولك لحد عندك. الحق ده يخليكي تعيشي مرتاحه
ولا تشتغلي ولا تعملي، وتصرفي على أولادك وتعلميهم كمان التعليم اللي انت عايزاه. قالت له طب كويس، هاخد حقي، لأنه حقي ماشي، أنا موافق أخده وهسامحها. المسامح كريم، أنا هسامحها. بس ليه يعني قالت كده؟ وليه اعترفت لك يعني؟ قال لها ايه بقى؟ قال لها عشان قالت لي انا خايفة اما اقابل وجه كريم ربنا سبحانه وتعالى هياخد حق رقية مني، وانا مش هقدر اسده يوم القيامة، يوم الملتقى العظيم. فسده يا ابني بدالي عشان ابقى مرتاحة لما اروح عند ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل خد حقها، وحقها كان مش شوية، واداهولها، وفعلا قدرت تعيش من غير ما تشتغل وتربي عيالها أحسن تربية. التلاتة كبروا، الكبير ابنها بقى محامي، واختار المحاماة عشان يدافع عن المظلومين زي ما شاف أمه مظلومة وهو صغير. والوسطانية طبيبة عشان تعالج المرضى وتخفف عنهم الألم. والصغيرة بقى اللي هي بنت عامر، لأن الاتنين ولاد عثمان، الصغيرة بقى اللي بنت عامر اشتغلت معلمة عشان تزرع المبادئ والقيم اللي علمتهم لها أمها في الولاد اللي بتعلمهم. طب وعامر بقى بعد أمه ما ماتت كان عايش وحيد، مفيش حد حاسس بيه في البيت، ما كانش بيكسر وحدته غير بنته الصغيرة اللي بقت معلمة، لما كانت تروح تزوره وتقعد معاه شوية وتونسه حبة وتدعي له وتسيبه وتمشي. وطبعا كان كله ندم على ان هو فرط في رقية وسمع كلام اخواته وشك فيها، وحصل له كل اللي حصل له ده، وفضل وحيد في كبره. ولكن بقى هي ولادها التلاتة كانوا حواليها وقعدوها في مكان جميل، وما بقتش تعمل أي حاجة غير إنها تصلي وتحمد ربنا وتتعبد، وكانوا جايبين لها حد يعمل لها حاجة البيت، وعاشت سلطانة زمنها، وربنا جبر خاطرها. سبحان الله في ملكه، مهما اللي حوالينا مكروا ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لنا حقنا. سبحان الله، مهما دبروا لنا الناس، ما لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك ما ضرينك إلا بإذن الله، ونعم بالله ونعم بالله. قصة ظريفة خفيفة صغيرة كلها حكم ومواعظ جميلة. ربنا يا رب يحفظنا وما يجعلناش لا ظالمين ولا مظلومين، اللهم أمين، اللهم أمين. وأقول لكم إيه، ربنا يا رب يسعدنا جميعا. اللهم أمين يا رب، يسعدكم ويحفظكم ويشفيكم ويشفينا، اللهم أمين. ويرزقنا رزقا كثيرا وفيرا حلالا، اللهم أمين يا رب، ويبارك لنا فيه، ويرزق كل محتاج، اللهم أمين، ويرزق كل مشتاق للذرية الصالحة، ويرزق كل مشتاق لزيارة بيت الله. عمرة حلوة يا رب، حجة حلوة يا رب، اللهم أمين لنا جميعا يا رب، جميعا اللهم أمين. وأقول لكم إيه، استنوني في قصة جديدة. سلام.